ناصر عبد الرحمن اتولد واتربى في حي رود الفرج بشبرا، اجدع ناس يعني، اللي هو لا والله دايما اقول لك الشبراوي جدعان، الشبراويه جدعان. فعايزاك تكلمني عن حياتك في شبرا، وعن انت اصلك صعيدي، فعايزين نتكلم بقى عن انتمائك لشبرا ومع الاصل الصعيدي ومع الاهل ومع الاب اللي اثر فيك جدا جدا. قول لنا عشان عندنا مراحل كتير جدا ومحطات كتير في حياتك. هو انا مواليد رود الفرج، شارع عويس البحيري بجوار مدرسة سامي البارودي. انت كده يجوا يزوروكم. مولود في بيت جدي، ابو امي وستي يعني ام امي. قعدت شوية هناك قبل ما اروح بيت ابويا، وبعد كده بيت ابويا برضو في رود الفرج. فانا عشت في رود الفرج، هو حي اقرب للصعيد منه، او اقرب للريف منه للمدينة. هو صحيح شعبي، لكن اصوله وعاداته وافراحه وعزاه وخناقاته كلها قبلية صعيدية عصبية، حاجات شبه كده. فما كانش في فرق كبير بين رود الفرج اللي اهلي كانوا بيقعدوا فيها طول السنة، ويجوا في الشتاء يسافروا سوهاج. كنت بسافر معاهم يعني سوهاج، فما كنتش بحس بفرق. يعني هنا زي هم هنا. نفس الناس، نفس الطباع ونفس اللبس حتى. يعني امي بتلبس نفس اللبس هنا وهناك، ابويا بيلبس الجلابيه هنا وهناك، فما كانش فيه اي اختلاف. فكان حي مميز جدا على النيل، كله كان على النيل. فكان لما ستي تقول لي عاوز اشم هوا، اخدها اطلع بيها 3 دقايق ابقى على الكورنيش. ما كانش فيه اسوار على الكورنيش، يعني انتوا بينكم الكورنيش للنيل على على طول. الكورنيش زمان. زمان يعني في السبعينات كان كان في أرض اسمها أرض طينية، فيها حاجات ربانية كده طالعة منها ذرة وحاجات كده، نباتات. احنا بنقعد بقى في الصخور دي على النيل. فما كانش فيه والكورنيش كان حتة صغيرة كده، ممشى صغير، لكن كله عائلات هناك. يعني عشت طفولة جيدة جدا. يعني مثلا كنا نتفرج على أفلام هندي، نطلع كلنا على الكورنيش نقلد الفيل صديقي ومش عارف ايه والحاجات. نتفرج على بروسلي، كلنا نروح عند النجار نعمل فرمانش، اللي هو الخشبتين اللي في النص حديدة، ونطلع كلنا نلعب كاراتيه وقال يعني كل واحد فينا في بروسلي. ننزل المية لحد الناحية التانية، نطلع فوق كوبري رود الفرج، نطير طيارات على الكوبري. فكانت طفولة سعيدة ومتشبعة. الأفراح كان فيها حسينة وتحطيب مثلا كل الأفراح كانت بتبدأ بمونولوجيست لازم. ما كانش تنمر أيامها. لا ما كانش لازم لا، هو بيتنمر والناس بتتنمر بيه، بيقعدوا يتريقوا على بعض. انا قصدي ما كانش ايامها في كلمه التنمر وكده، كانت الموضوع يعني انا شفت بعيني المليجي، وشفت يعني ناس مهمه يعني. محل جدي في العتبه، بجوار شارع اسمه محمد علي. فانا كنت بقعد على قهوه التجاريين هناك اشوف المطربين والفرق. كانوا زباين جدي بيجوا 3 الصبح و4، فرق شعبية غلابة، اللي معاه كمانجا، اللي معاه أكورديون، أيوة. وياخدوا فكة ويروحوا. فكانت الحقيقة لما بعد 7 سنين أو 8 سنين كده، أبويا عاوز يشدني شوية، وداني المحل بتاعه في الشارع السندقية جوار سيدنا الحسين. فشفت عالم آخر كله روحانيات، بيروحوا يصلي في جامع الأشرف، بيروحوا يصلوا عند سيدنا الحسين، بيروحوا يصلوا عند الشيخ صالح يعني الجعفري صلاح الشيخ كده. يعني دي طفولة بالنسبة لي سعيدة جدا لحد ما خلصت معهد سينما، وأنا كنت بلا مسؤولية. طفولة وشباب، وحب وكل حاجة.